لو جربتي تعمليه بالبيت مرة مستحيل ترجعي تشتريه من برا. خلي ضيافة العيد هالسنة بيتي فور هشو دايب ذوبان من تحت ايديكي بدون ماكينة وناجح معك من أول مرة. احتفظوا فيها لأنها كتير طيبة ولازم تجربوها. ومثل العادة ما تنسوا تنوروا البوست بلايكاتكم وتعليقاتكم الحلوة اللي دايما بتدعموني فيها. اللايك كتير مهم لحتى تضل فيديوهاتي توصلكم أول بأول. وخلينا هلا نبلش ونحكي بسم الله. رح أحتاج بالبداية ل 400 جرام من الزبدة نكون مطلعينها من التلاجة وتكون باردة. رح أخفقها خفقة سريعة لحتى يصير قوامها كريمي. من بعد هيك رح أنزل عليها بكوب من السكر الباودر المطحون. رح أنخله ومن بعدها رح أرجع أخفق. هالخطوة كتير مهمة إنه نخفق كتير منيح ونضل ننزل الجوانب لحتى نوصل لقوام كريمي ناعم ولونه فاتح. مثل ما عم بتشوفوا استمريت بالخفق على سرعة عالية لحتى وصلت لقوام فاتح. مهم كتير نضل ننزل الجوانب لحتى تختلط عندي كل المكونات. بضل عندي إضافة البيض. بالنسبة للبيض رح أحتاج لحبتين من البيض تكون بدرجة حرارة الغرفة. رح أبلش أنزل البيض بالتدريج. بنزل أول بيضة ومن بعد هيك بنزل الفانيلا معها. برجع بخفق بس ما بطول خفق بس لحتى تختفي عندي. ومن بعدها برجع بنزل البيضة الثانية وأيضا لحتى تختفي. مباشرة من بعد هيك ببلش أنزل الطحين. بالنسبة لعيار الطحين رح أحتاج لنص كيلو ما يعادل تقريبا 3 أكواب وربع بالأكواب المعيارية عيار الكوب 250 مل. رح أنزله من بعد ما أنخله دفعة واحدة ورح أقلب من فوق لتحت لحتى يختفي عندي الطحين بدون عجن وبدون ما أبالغ بالتحريك. بس لحتى يختفي عندي بوقف تقليب. وصلت للقوام اللي بدي اياه بيكون ناعم وطري وما بلزق بالايد. من بعد هيك رح استخدم قمع من الاقماع الحلوانيه بالطريقه اللي انتم عم بتشوفوها رقمه 6B. رح ابلش اخذ نص الكميه واحطها بكيس من الاكياس الحلواني ويفضل يكون عندنا الكيس قماش. من بعدها رح ابلش اشكلها. طبعا التشكيل بيكون بكل سهوله. في حال حابين تكون شوي رفيعه بتقدروا تكون ضغطتكم قريبه للصينيه او بتكون الحبه مليانه بانكم ترفعوا ايدكم وانتم عم ترسموا الرسمه. طبعا انا بشكل على صينية مسحتها مسحة خفيفة من الزيت النباتي ورح استمر بهالخطوات لحتى اخلص نص الكمية. بدخل الصينية على الثلاجة وبلش بالجزء الثاني. الجزء الثاني رح اضيف له معلقة كبيرة ونص من الكاكاو الخام بالاضافة الى معلقة من الزبدة. ايضا برجع بقلب من فوق لتحت بس لحتى توصل العجينة للون اللي بدي اياه ومباشرة بوقف تحريك. ومن بعد ما صارت عندي نكهة الشوكولاتة جاهزة برجع بحطها بكيس من الأكياس الحلواني وأيضا برجع بشكلها على صينية مسحتها بدهنة خفيفة من الزيت النباتي لحتى أخلص كامل الكمية. برجع بدخل الصينية على الثلاجة تقريبا 10 دقايق ومباشرة أول صينية شكلتها بدخلها على فرن محمى قبل بوقت على الرف الوسط على 180 درجة. رح تاخد من تحت 10 دقايق بس لحتى أوصل للون ذهبي وبحمر وجهها من فوق تحميرة خفيفة. رح تاخد بالفرن من 12 ل 15 دقيقة من تحت ودقيقتين من فوق. مباشرة منطلعها ومنشيلها من الصواني ما منتركها بالصواني. ومن بعد هيك منبلش بعملية انه نحشي البيتي فور. طبعا نقطة كتير مهمة لازم تكونوا مشغلين الفرن قبل بنص ساعة قبل ما تدخلوا الصينية على الفرن. مثل ما عم بتشوفوا الرسمة ظاهرة وواضحة وما ساح عندي وضل مثل ما هو وشكله كتير بشهي وكمان ريحته. هلأ بالنسبة للحشوات بتقدروا تحشوا بالحشوات اللي انتوا بتفضلوها. تقدروا تحشوها بأي نكهة مربى انتوا بتحبوها وتغمسوها بأي نوع مكسرات. ممكن تحشوها بأي نوع من أنواع الشوكولاتة من بعد ما تذوبوها بالمايكرويف وكمان تغمسوها بالشوكولاتة. طبعا لو حابين تضل عندكم فترة طويلة أنا بفضل إنكم تحشوها بالشوكولاتة. ولو حابين تضل فترة قصيرة أو قليلة أو حابين كمية قليلة تخلصوها خلال هاي الفترة احشوها بالمربى بتطلع طعمتها كتير طيبة. بنصحكم كتير إنكم تجربوها. بسعدني كتير تشاركوني تجاربكم مثل العادة. ما تنسوني من دعمكم. وهلأ بقدر أحكي لكم صحتين وألف عافية عقلوبكم.